بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا طبعا بقى يعني زهقنا من اللحمة والفراخ والحاجات دي، فقلنا نعمل أكلة جميلة كده لذيذة واقتصادية وطعمها بصراحة تحفة، من أحب الأكلات اللي الواحد بيحبها جدا وبيفضلها، وبتبقى بتفتح النفس. ويعني بصراحة أنا بحبها جدا قوي، يعني هي أكلة جميلة تتحب بجد والله. فقلت بقى أعملها النهاردة. طبعا هي حرشة كده، وفيها بقى حاجات كده حامية ومخللات فهي ايه، بتبقى أكلة جميلة قوي، يعني من الأكلات المفضلة لقلبي بصراحة يعني. فقلت بقى بمناسبة بقى إن الشتا جاي نعملها، اللي هو الكشري الأصفر. تعالوا بقى نشوف إن شاء الله هنعمله إزاي. في الأول إحنا إيه، هنسلق البطاطس. إحنا هنعمل بطاطس محمرة، بس بنسلقها. بنجيب البطاطس بنغسلها طبعا كويس، وبنقطعها زي ما انتوا شايفين كده طرنشات، بس طرنشات إيه أو شرايح سميكة، مش شرايح رقيقة، لا شرايح سميكة. دي علشان هنسلقها. بنحط بقى بعد ما بنغسلها وبنقطعها شرايح سميكة، بنحط المية على النار تغلي، أو بنقوم حاطينها، أو ممكن إن انت تغسليها بتغسليها وتحط عليها المية وتحطها على النار، وبعدين تسيبيها بقى إيه تغلي وتستوي مع نفسها كده على النار. وهي بقى بتستوي كنا جبنا ايه البتنجان، قشرناه وقطعناه زي ما انتوا شايفين كده، برضو شرايح يعني مش رقيقة، ونزلنا عليه بملح عشان ايه ينزل ميته. ودي البطاطس انا ما حطيتش عليها ملح في الاول، عشان الملح بيأخر في السوى شوية. استنيت لما تستوي وتدخل في السوى. ودلوقتي ده الرز والعدس. الرز انا حاطه كوبايه رز، وهحط عليها كوبايه عدس. انا حطيت العدس ده وبعد كده لقيته قليل، يبقى هتحطي كوبايه رز وعليها كوبايه عدس. وطبعا دي حسب رغبتك بقى، لو انت عايزه تحطي كوبايه رز وعليها نص عدس ماشي، كوبايه رز وعليها كوبايه الا ربع عدس ماشي، لكن احنا بنحب ان العدس يكون ايه كتير، فحطيت كوبايه رز وعليها كوبايه عدس. المقدار ده جميل جدا وطلع مظبوط. ودلوقتي بعد ما غسلته حلو قوي، جبته اهو زي ما انتم شايفين انا بشورت لكم على ايدي. ده القعد بتاعه المظبوط، يعني انت بتغسليه وبتحطي عليه ميه وبتحطي ايدك، وعند عند يعني زمان مشوره كده، ده بيكون القعد بتاعه بيطلع مظبوط جدا. وبعدين حطيت عليه الملح، وبعدين ولحت عليه النار وسبته. هو هناك اهوت على العين اللي بعيده شويه. ودي البطاطس استوت، نزلتها وبعدين جبت طاسه على النار، حطيت فيها الزيت وهسيب لما الزيت يسخن قوي، على اساس ان البتنجان ما يشربش زيت، وبعدين انزل بالبتنجان. يعني شوفي الزيت سخن ازاي، لان لو مش ساخن بيقوم البتنجان يشرب زيت، وانتوا عارفين البتنجان طبعا بيشرب زيت يعني. ودلوقتي حطينا البتنجان بقى يتحمر على نار متوسطة، نار متوسطة. وبنسيبه بقى لما يعني يتحمر من الوشين، يبقى لونه كده احمر، ما يبقاش يعني لا فاتح ولا غامق. بنبدأ نخرجه. وزي ما انتوا شايفين اهوت احنا هنخرجه اهو. هو كده احمر اللون كده جميل قوي. هنخرجه بقى دلوقتي، وهنعمل له دقة كده جميلة او خلطة جميلة. يعني بتبقى حلوة قوي عليه، هتعجبكم لما تعملوها ان شاء الله. ولسه طبعا بعد ما خرجنا البتنجان بقى، لسه فيه بقية كمية تانية من البتنجان هنبدأ نحطها لحد لما نخلص الكمية يعني كلها. أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا يعني أسرع في الفيديو، على أساس إن ما طولش فيه، لأن هو بصراحة يعني هي أكلة جميلة بس بتاخد وقت كتير يعني، فأنا مش عايزة أطول عليكم. دلوقتي هنحط البتنجان طبعا، أكمل بالكمية اللي معايا، على أساس أعمل الخلطة أو الدقة له كله. ودلوقتي بقى بعد ما البتنجان خلص وخرجت الباقي في الطبق، هنبدأ بقى طبعا انا عامله بيض مسلوق. طبعا جبت الكسرولة وحطيت فيها البيض وحطيت عليها الميه، وحطها بقى البيض يستوي مع نفسه. طبعا انتوا عارفين ان البيض طبعا ما فيش فيه مشكله، بمجرد ما بيغلي بيقعد من 5 ل7 دقايق، وبتطفي عليه النار وبتسيبيه شويه، وبعدين بقى تبداي تغسليه وتقشريه. وبعدين دلوقتي بقى في الزيت الباقي من البتنجان بتنزلي عليه في حدود 5 6 فصوص توم كبار.
وتنزلي عليه كمان في حدود قرنين فلفل رومي وواحد حار، وتبدأي ايه تشوحيهم مع بعض. ديت الخلطة اللي هنعملها للبتنجان. الخلطة دي خلطة البتنجان. هتقعدي بقى تشوحيهم مع بعض لحد لما الفلفل يدبل والثوم يبدأ يلون، وبعدين ننزل بمعلقتين كبار خل، معلقتين كبار خل. وبعدين ننزل ايه بطماطمايه او طماطمتين، إيه حسب الكميه اللي عندك. وبعدين نسيبهم بقى مع بعض لحد لما ايه يبداوا يعني يتسبكوا او يستووا. وبعدين نبدا نحطهم على البتنجان. ودي الكشري وريته لكم بعد ما استوى. هنجيب بقى ايه نقدحله. هنجيب طاسه نحط فيها معلقه سمنه كبيره. هي السمنه يعني على اساس ان هي مش ماسكه بعضها، فايه هنحط في حدود معلقه سمنه كبيره وفي حدود ربع كوبايه زيت. يبقى معلقه سمنه كبيره وربع كوبايه زيت. ساعه ما يتقدحوا ادي الكشري هننزل عليهم بالسمنه والزيت المقدوحين. بس كده الكشري كده عباره ان هو خلص. هنبدا بقى نقلب الكشري وننقله على عين الصغيره على اساس ان هو يتردد كمان شويه. هو كده شبه استوى. بس يعني ايه طبعا الافضل ان بعد ما حطينا السمنه والزيت يعني نهدي عليه النار بقى خالص على عين صغيره ونسيبه إيه لما يعني يتردد كويس، يعني ياخد راحته في السوى شويه. وخلاص كده الكشري زي ما انتم شايفين، ودلوقتي هتشوفوه في الطبق مفلفل خالص ومستوي وجميل زي ما انا وريتكم القعده مظبوط اللي انا زي ما شاورت لكم عليه في الاول. ودلوقتي بقى هنسيب الكشري بقى على العين الهاديه. ودلوقتي دي الخلطه بتاعه الايه البتنجان. هننزل عليها بشويه ملح، احنا نزلنا بالخل، هننزل بشويه ملح. وهننزل كمان بعصره نص ليمونه كبيره، عصره نص ليمونه كبيره. يبقى كده خلاص هي الخلطة أو الدقة بتاعة البتنجان خلصت، هي كده شبه خلصت. وهنحط دلوقتي شوية كمون. وبعدين بقى بنقوم حاطينه على البتنجان. خلاص اهو حاطينه بقى على البتنجان. يبقى كده البتنجان كده خلص. وبعدين هنجيب بقى الطاسة ديت ونحط طبعا فيها الزيت. ولما الزيت يسخن كويس هننزل بالبطاطس. البطاطس مسلوقة، البطاطس ديت مسلوقة متقطعة شرايح سميكة وسلقاها في مية وملح. وهنحطها بقى دلوقتي نحمرها. هي البطاطس الأيام دي يعني مش حلوة قوي في التحمير. هي الأحسن إنها يعني في أي حاجة تانية غير التحمير. بس يعني إيه الموجود بقى هنعملها يعني. أما البطاطس الجديدة إن شاء الله إن شاء الله تطلع يعني. فهنحمر بقى البطاطس ديت. خلاص كده اللي ما عادش بقى دلوقتي احنا سلقنا البيض وعملنا البطاطس هي بنحمرها وخلاص كده. بألف هنا خلصنا كده الأكلة. بس لسه في بقى الطماطم المخللة ديت. أنا ما شرحتهاش لكم على أساس أختصر في الوقت. شوفوا الكشري مفلفل وجميل جدا. والطماطم دي يا جماعة بتجيبيها وتغسليها وتقطعيها من زي ما انت شايفاها كده، وتقطعيها من الجنب كده. وبعدين بيبقى عندك الدقة ديت اللي هي التوم والفلفل، وتضربوهم في الكبة وتنزلي عليهم بكمون وليمون وخل وشطة وتبدأي تحشيها زي ما انتوا شايفينها كده. وطبعا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وتكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد وإيه رأيكم في الأكلة الجميلة اللذيذة ديت. وبألف هنا وشفا ومع ألف 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 سلامة. هتوحشوني والله. وتبقوا تقولوا لي بقى ايه رأيكم في الأكلة اللذيذة السريعة الاقتصادية. يعني هي بصراحة أكلة، بس يعني هي من الآخر أكلة جميلة. مع ألف 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 سلامة.